السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة في الفيديو اللي احنا هنتكلم فيه ده هنتكلم على الدقيق اللي كل الناس بتسأل عليه يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده في التعليقات دي كلها الناس بتسأل على الدقيق اللي هو هستخدمه ازاي في السينابل، هستخدمه ازاي في اي مخبوزات. فاحنا دلوقتي هنتكلم في قصة واحدة بس، ايه اللي يخص الفطير بس نوع واحد، وايه اللي ما يخصش الفطير نشتغله في اي استخدام تاني. بصوا يا جماعة، أولا نوع الفطير ده لازم نشتغله بنوع معين مفيش غيره. لا جلد الجمل اللي احنا شايفينه ده، لا إما كان النجوم الأبيض أو النجوم الأزرق. حاجة من التلاتة دول لازم تكون في الفطير. أو لو حتى حبيت تدرب للعجين الفطير ده دقيق، تدرب له التلت والتلتين، يعني التلتين يكون حاجة من جلد الجمل أو من نجوم من جلد الجمل سوري، أو جلد أو النجوم الأبيض أو النجوم إيه الازرق. فحاجه من دول لازم تكون تلتين منهم، والتلت التالت ده يكون من اي نوع بقى، دي تاني اي دي عادي، الاهرام، ابو الدهب، اي نوع تاني. انما اي نوع يا جماعه، اي استخدام تاني بيخش فيه خميره العجين بيخمر فيه، تستخدموا اي دي بعيد عن الجلد او بعيد عن ايه الخمس نجوم، سواء ابيض او ازرق. انت بقى عندك من ده عايز تدرب منه درب. بس الفطير لازما يا جماعه يكون حاجه من الثلاثه اللي انا قلتها، سواء جلد الجمل او نجوم الابيض او نجوم الازرق. حاجه من الثلاثه دول يا جماعه لازم تكون في الفطير عشان خاطر الفطير ده لازم يكون فيه عرق. والدقيق ده رقم واحد العرق فيه، اللي هو بيكون ثلاث انواع الدقيق اللي احنا شايفينهم دول. كده احنا واخدين بالنا يا جماعه لحد دلوقتي وفاهمين انا بقول ايه؟ دي حاجه. الحاجه التانيه، اي مخبوزات سواء فينو سواء سينابون سواء قرص سواء بيتزا ايطالي، ايا كان مخبوزات اي نوع تاني، كعك، اي حاجه تستخدم منها اي انواع دقيق موجوده متوفره عندك في السوق. اي نوع دقيق، جلد الجمل عايز تشتغل شغله، اهرام عايز تشغل شغل، ابو الدهب عايز تشغل شغل. اي انواع دي يا جماعه المتوفر عند العطار اشتغل منه في الكلام ده، لانه اي حاجه من اللي انا ذكرتها في دول مش فيهاش عرق، فانا مش محتاج دي يكون فيه عرق او شادد معايا عشان خاطر اجيب له جلد الجمل او الخمس نجوم او ايه، او حاجه من الاتنين دول. فعايز تجيب للفطير لازم زي ما قلت لك جلد الجمل او النجوم الابيض او النجوم الازرق. حاجه من الثلاثه دول لازم تكون في الفطير. ولو هتحط معاها دقيق لازم يكون معاها دقيق تالت، اللي هو اي حاجه ايه من انواع التانية، التلتين والتلت، تلتين اهرام تلتين جولد، او التلتين النجوم خمس نجوم، والتلت التالت ده يكون اي نوع تاني متوفر عندك من ده كامل، اعجن صافي من ده الخمس نجوم او جلد الجمل، اعجن صافي منهم عادي للفطير. انما الانواع التانية اللي انا ذكرتها دي اي نوع دي متوفر عندك عند العطار، عندك عند اي حد، اشتغل منه عادي مش هتفرق معاك. بس كده يا جماعه انا حبيت اوضح لكم في الفيديو ده النوع الدقيق اللي يشتغل للفطير وايه اللي ما يشتغلش للفطير او البيتزا الشرقي او للفطير الاسكندراني. انا كده وضحتها لكم. انما الانواع التانية برضه انا وضحت لك تستخدم دي في ايه، اي نوع دي تستخدمه ليه. بس كده يا جماعه انا حبيت اوصل لكم المعلومه دي، لان انا ناس كتير قوي بتسالني عندي على الصفحه، فما كنتش ايه ان انا هعرف ارد على تعليق، فانا حبيت انزل لكم فيديو عشان خاطر تستفيدوا. بس كده يا جماعه، اتمنى تكون استفدتوا، الفيديو عجبكم وعرفت اوصل لكم معلومه بسرعه او معلومه يعني بسيطه حبيت اوصلها لكم. واللي محتاج حاجه يا جماعه يبعت لي في كومنتات او يبعت على رسائل الصفحه، انا تحت امر وعناية ليكم. وانتظروني في فيديوهات جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.